السلام عليكم. سيدنا سليمان عليه السلام لما بعثه ربي سبحانه عز وجل على بالك بشير ونذير لبني اسرائيل، ما بعثهش بلا طاي، ما قالش اودي سليمان هود وهرد على مستواك، نو، سلحه، سخر له الجن، سخر له الريح، عطاه الملك. سيدنا ابراهيم فاني، سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام سلحه، عطاه القران، شق القمر، امور بزاف. هذا سموه سلحه، هذا رب الكون اللي قادر كن فيكون. ولكن شوف لما بعث انسان بعثه في مهمه، ما بعثاش غير هاك، ما قالش غير هاك صدمهم، نو، قال له روح وانت باعيننا، صحيح. وقال له نحن انا قريب لك من حبل الوريد. فهمت؟ حتى الانسان كيبغي يخدم للبلاد وعنده نيه صادقه باه يخدمها، لي سيبوردوني تاعك والصطاف تاعك ما تطيحش هاك، سلحه، اللي يقلك تسلحه، اللي يقلك تعطيه صلاحيات. وهاد الناس اللي يقلك فان يكون عندك انتقاء جيد ليهم، باللي قال فوالا هادو في المستوى، ماشي دوك اللي يدوروا في جيوبهم ويسرقوا ويحوسوا على المصلحه الشخصيه. خاطش على بالك حنايا الاجيال راه صرا عندنا شونجمون كبير، باه نلحقوا حنا ناس ثوار وكل شيء وعندهم رؤيه ويحوسوا على البلاد، وهذوك كبروا بهذاك الشيء. حنا فينا المرض اللي يقدر الانسان يفرز، حتى الانسان اللي عنده شركه حتى كيدير ستاف لاباس به، يدير ستاف اللي يجيب اللي يكون عنده اضافه، عنده البليس، اللي يخمم في المستقبل، يخمم في تطوير شركه او تطوير البلد او تطوير المديريه. وعلى هذا انا ارى يعني الانسان كي تعطوه مسؤوليه سلحوه، عطوه صلاحيات معه، عطوه صلاحيات. ولو غادي تلقى واحد النرجسيين في المسؤوليه وكل شيء، ولكن اذا كان يقوم بالدور تاعه كما ينبغي، لا يعنيش انك تهرسه. هذا هو الميساج. اقوام كاع كيما هاك، كاين اللي فيه ديك النزعه، ولكن خدام بلاصته يعمرها. صرات لنا هذا الشيء، حنا صرالنا قبل، صرالنا في المؤسسه، بحيث ان كنا مع قياده عليا، ولكن كانت كاينه ثقه، كان على بالهم باللي الشخص موثوق، الشخص ما يديرلكش المشاكل، الشخص على باله وين يقلع وين يحبس. كانوا يسلحوك، قال روح راك اوتوريزي، خدم اي حاجه تستحقها. صرات لي شحال من قايد، اي حاجه تستحقها روح، يعني كي تجي تذكر اسمك ولا سيبون راك مسلح. مشات تمشي الخدمه وتحقق النتائج. وقيس على ذلك في كل المديريات، في كل شيء. يبقى ماشي تجيب انت دروك تجيب السيبوطوني تاعك وتقول له ودي راك ما درتش وماكش مسلحه، قاعد مسكين اوت، مخليه اوت. من بعد كي تجي تلومه يقعد يجيب لك المصطلحات الادبيه، ها سوف، ها يقعد يخدم لك في ديك الخدمه، ها منا، ها ملهيه، ها طاحت الشتاء، ها ما كناش. نو، انسان عطيته مسؤوليه زيد له معاها واش البوكلي كي البيل، قول له روح حل الطريق ورانا هنا، ها نحل لك الطريق غير هكا، اعطيني بيل، هو نحل لك الطريق غير اللي تعطيه بيل، تعطيه لي موايا، وتزيد له فاني تزيد له تضيف له السلطه التقديريه. راك في التيران، انت راك في التيران عندك السلطه التقديريه، اللي تشوف شونجمون حاجه تخرجنا ولا بادر فيها، ما تقارع ليش انا، ما تجيش ترسل لي انايا. فهمتوني؟ هذا هو الشيء اللي بغيت نتحدث عليه، هذا هو الميساج. هو البلاد بتريقل بصح يا هل ترى رانا قادرين على هذا الشيء؟ يا هل ترى كاين الاشخاص صح اللي راهم اونتيت قادرين على هذا الشيء؟ هذا هو الصح. يا هل ترى هاد الاشخاص مسلحين نيشان يقدروا يشونجيو؟ ثم حتى هدف ما هو بعيد المنال، حتى هدف مهما كان ما هو بعيد المنال، ولكن غير جدايا اللي يكونوا اونتيت، يكونوا كومبيتون باه يقدروا يحلوا مشاكل عديده في اي قطاع، صحيح، في اي قطاع. وفي الاخير اش نقول لكم؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الله يبارك فيكم، ونظن الميساج الحق. دمتم.